مساكم الله بالخير يا الربع كلهم باسمه، شلونكم عساكم طيبين؟ على السالفة هذه الرجاجيل قامت تسأل أكثر من السالفة تقول إن في إخوان اثنين، واحد اسمه محمد وواحد اسمه سعد. الكبير محمد، طبعا محمد الأخ الكبير وكلهم متزوجين، ومحمد يشتغل طيار بالطيران الكويتي، وسعد رجال عسكري، وكلهم ساكنين ببيت أبوهم، كل واحد له مثل ما تقولون يا شقة يا دور الكل واحد. يوم من الأيام دقت زوجة محمد على الخدامة بالبيت، قالت لها دزي الأغراض اللي سويتهن مع السايق. ردت عليها الخدامة وقالت إن السايق مو موجود بالبيت، طالع مشوار بعيد. قالت زوجة محمد، قالت للخدامة منو بالبيت؟ قالت لها بابا سعد بالبيت. قالت خلاص انتي جهزي الأغراض هذه. استحت المرة تدق على حماها تقول له، دقت على زوجها قالت له شوف أخوك بالبيت، خلي يجيب لي الأغراض للمدرسة. قال محمد أبشري، راح دق على أخوه قال يا أخوي سعد فيها أغراض عند الخدام أودهن المدرسة فلانة أختك، خل تاخذها. أخذ الأغراض سعد ووداهن للمدرسة. قال وين فلانة؟ قال الحارس رح للإدارة. راح الإدارة، يا قدامها كالبنت قالت له آمر أخوي، قال الأغراض هذه لفلانة. قالت خلاص جزاك الله خير، أنا أخذهن أوصلهن لفلانة. عطاه إياه ومشى. وباستراحة المعلمات جت هذا اللي أخذت الأغراض، جت لزوجة محمد قالت منو هذا اللي وصل الأغراض؟ قالت زوجة محمد، قالت هذا أخو زوجي سعد. قالت يا فلانة أنا بيه على سنة الله. قالت زوجة محمد إن الرجال متزوج. قالت لها الشرع حل الأربعة، أنت قولي له فلانة تخطبك لنفسها. فكرت شوي، أنت يا مرة محمد؟ قالت أنا شك، وأنا أوصل لها الخبر وهو بكيفه. طبعا هني الشيطان قاعد يضحك الحالة. قالت عاد تدرين يا فلانة والله العظيم إنه مو مرتاح ببيته، وإن مرته هذه ما تسوي له أي شيء. زوجة محمد قاعدة تعطي دافع إنها تكلم محمد يكلم أخوه. جاء محمد من الدوام إلا قالت له يا فلان المرة البنت اللي أخذت الأغراض من أخوك تراها خطبت أخوك مني. قال محمد يا بنت الحلال رجال متزوج ومرتاح ببيته. قالت له وين مرتاح يا ابن الحلال؟ حتى زوجته ما تعرف حتى تلبس وما تعرف تسوي. أنت ما عليك يا محمد، أنت قل لأخوك سعد أن المرة اللي أخذت منك الأغراض بالمدرسة خاطبتك على سنة الله ورسوله، ومن الجماعة ما هي بعيدة. قال محمد خلاص أنا راح أكلم أخوي سعد وأشوف شنو رأيه ونرد لك خبر، لا المرة تردين خبر لها. قالت زين. راح محمد واجه أخوه سعد، قال يا سعد السالفة هاللون وهاللون وهاللون، والبنت طالبتك على سنة الله ورسوله، وش تقول؟ قال سعد والله اللي يطلبني وشاريني أنا ما أبيعه، لكن أنا منتف وحالتك. قال هاي مدرسة وتقول كل شيء علي ما له شغل. ويروح سعد لأبوه بالديوانية ويكلمه، قال له يا يبا أنا أبى أروح أخطب بنت فلان وبيك معاي. قال يا ولدي اقعد. قال يا ولدي أنت مرتاح ببيتك وش لك بالغثة؟ والله يا كثر الحريم تغث زيادة وانت. قال يا يبا أنت تروح معي ولا؟ قال الشايب قال لا والله لا صرت مصمل يا ولدي، لا والله أبرك الساعات أروح معاك بس لا تنزل راسي. قال سعد لا والله يبا أبشر والله باللي يرفع راسك ما نزل راسك، بس دق على الرجال خويك أبوها وكلمة قلنا بنسير عليك باكر. يا مير أبوه شخصية مو سهل، وهو يرفع التليفون وهو يدق عليه قال يا فلان سلام عليكم ترى احنا جايينك باكر نبي نسير. أبو البنت صار عنده ردة فعل، يا فلان وش فيه عسى ما في شيء، أول مرة تدق علي تبي؟ قال لا تخاف أبد، خطبة حنا نبي نخطب لولدنا سعد باكر بين الصلاتين، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء نجي نتقهوى عندك ونطلب إيد البنت. قال أبوها حياكم الله، الله محييكم. المهم ثاني يوم العصر
ويروح سعد ويحلق ويتكشخ ويضبط ويلبس الدشداشة الزينة والغترة ويقعد يتعطر قدام هالمراية، ما في دهن عود ما حطه، ما فيه شيء. يا هذه زوجة سعد عنده، قالت ما شاء الله ما شاء الله معرس زوجي سعد ما شاء الله ما شاء الله. قال لي والله معرس إن شاء الله. ضحكت بابتسامة حلوة، قالها يا فلانة على زوجته بالله شو تمنين، أموت أو أعرس؟ قالت لا والله يا سعد، لا والله ما أتمنى لك حتى تصيبك الحرارة، لو يخيروني بين الحرارة وعرسك لأقول اعرس ولا. قال سعد هذا كلام بس. قالت لا والله انه نابع من قلبي يا سعد، أبكنت نور عيوني والله شوفتك بس. وهو ينزل انت يا سعد للديوانية مالت ابوه، يا محمد ينطر وابوه ينطر. قال ابوه ها يا ولدي يا سعد جاهز؟ قال والله يا يبا لا والله ماني جاهز، وزوجتي ما فيها احسن منها، ولاني ماخذ عليها، ولا لي شغل بفلانه. والشايب يصيح ابوك كيف تخليني اتصل واكلم الرجال ونواعده ونقول له جايين نخطب وارد بكلام؟ هيا السفيه نزلت راسي عند الجماعة كلهم، والله اني قايل انك ما انت رجل، والله اني عرفك، والله قام يحكي. قال سعد لك رب يبا ولي رب، والله ما تحدى هالبيت، انا هذا مكاني ولاني رايح ولا شيء. يا محمد قاعد. قال ارفع راسك يا يبا، والله ما ينزل راسك وتنزل كلمتك وراسي يشم الهوى. مشينا. قال يا ولدي يا محمد حنا كلمنا الرجال وقلنا له على سعد. قال محمد يا يبا محمد وسعد كلهم واحد، كلهم عيال وهم يركبون. أنت يا محمد وأبوه يروحون للخطيب للشايب أبو البنت ويدقون الباب ويقعدون بالديوان. قال أبو محمد نبي بنتك فلانة لولدي محمد. قال أنت أمس تكلمني تقول لسعد تبي تخطب لسعد. قال سعد ومحمد قال أبو البنت أنا من عندي والله موافق، خلنا بروح وانشد البنت، أبى أقول لها إنه محمد اللي خطبت. وهو يروح أبوها قال يا بنتي يخطبك محمد ما هو سعد، محمد. وهي تفتح حلقها البنت انصدمت، ما تدري محمد زوج رفيجتها وهي متفقة ويا رفيجتها على سعد، وش جاب محمد بالطاري وش اللي صاير ما تدري يا البنت. قال أبوها يا بنت أنا عطيته وقلت الرأي عندك الأول والنهاية، أنت شو تقولين؟ كان تقول يبا ما غير رايك راي. قال الشايب عجل مبروك يا بنتي أنا عطيته. وهو يروح قال مبروك عليك يا محمد. اي والله تم. ويدق محمد على المأذون قال تعال العنوان كذا كذا، يا جاي الشيخ ويملك لهم ويختمم الأمر. وهم يقومون ويروحون للبيت. يوم دخل محمد البيت يا مرة محمد تنطر الأخبار، ها بشر. قال بشرك ملكنا عليه. ومرة محمد تاخذ التليفون وتدز بجروب المدرسة كلها، فلانة تزوجت ملك. ومرة محمد تدق على العروس، تدق عليها مغلق إلا مسكر الجهاز. ومن باكر بالمدرسة وهي تجيك مرة محمد ها وين فلانة؟ قالوا والله فلانة طبية 3 أيام ما تجي. قالت هي أكيد من فرحتها والله. والناس تخبرون اللي يدق عليها يطلع مغلق. وهذا يفي وحدة جارتها مدرسة معهم بنفس المدرسة العصر، وهي تروح تبي تبارك لها بالبيت. يوم جتها للبيت مبروك يا فلانة منو أخذت؟ قالت والله أخذت محمد زوج فلانة. قالت شلون فلانة تقول أنت ماخذة حماه؟ قالت اللقمة اللي جت لا تردي. قالت والله جاء وخطبني وانا وافقت، الرجل جاي وخاطبني وش دراني انا مالي شغل. وطفيت التليفون. وهي تطلع هذه جارتها وهي تدق على زوجة محمد، قالت لا يا مهبولة ابك محمد زوجك هو اللي ملك عليها. وهي تروح تطق الباب على سعد، يا سعد منو اللي ملك انت ولا محمد؟ قالها لا والله تبين الصج محمد اللي ملك مو انا.
وهي تركض يا محمد يتقهوى بالصالة. قالت له يا محمد فهمني منو اللي ملك هالحين، منو اللي أعرس؟ قال أنا اللي أعرست. وقال لها ومشكورة، أنت اللي زوجتيني، أنت اللي جبتيها لهالبيت مو أنا مالي شغل. وهي تصيح، يسمعها اللي باخر الشارع. قال تصيحين وتنوحين، والله اني ما ينزل راس ابوي وراسي يشم الهوى. سعد اخوي عيا عند اخر لحظة، وابوي حسيت ان ودها الارض تبلعه عشان هالسالفة، وقلت ارفع راسك يبا ونستفيد من هالسالفة كلها من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. وتحياتي مع السلامة. يا جماعة أنا قلت السالفة وأنتم سمعتوها، منو تحطون اللوم عليه؟ على الزوجة ولا على البنت ولا على سعد ولا محمد؟ والله نحط